جريد 4 يعني ثانوية عامة، يعني محتاج مذاكرة، يعني ساينس مهم جدًا، جدًا تراجعوا، مهم جدًا تذاكروا، وجه ميعادنا على أقوى ريفيجن في الساينس مع مستر سيد الجعفري في ذاكر من المعاصر، إن شاء الله هنقفل الساينس. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت معاك أول حاجة كتاب المعاصر الأسيستنت بوك بتاعك، تفتح أول حاجة الإكزامينيشن اللي هي موجودة في الأسيستنت بوك، معاك الكتاب، معاك ورقة وقلم عشان تحل معايا question by question ونكتب أهم البوينتس اللي هتجيلك وباذن الله مش هيخرج منها الامتحان. هنعمل تو تيست، ده اول تيست. بسم الله الرحمن الرحيم. to the correct answer. Lichens produce space on rocks that dissolve mineral found in these rocks. فبيقول لي هنا الليكنز او اللايكنز دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن living organisms. living organisms دي بتنتج او produce acid. الاسيد ده هو حمض. هي بتنتج حمض عشان تقدر تكسر او تعمل بريكنج داون للروكس، تعمل لها كيميكال ويذرنج. فاقول له هنا ووتر لا، فولس، رين لا، هتبقى اسيد. برافو عليك اللي قلت اسيد. يلا بينا يا ابطال نحل جيف ريزون فور ساوند انرجي. وجيف ريزون سهل جدا لو انت فهمته وعرفت تعبر عنه بالانجلش. Sound energy and thermal energy are considered as wasted energy in the blender. مستر البلندر ده انا بشوفه عندنا في المطبخ. اول حاجه البلندر ده انا محتاج كاينيتيك انرجي عشان يقدر يبلند الفود بتاعي. حلو. طب هو دلوقتي انا محتاج ثيرمال انرجي، محتاج حراره؟ لا. طب انا محتاج ساوند انرجي، محتاج صوت؟ لا برضه. فاقول له هنا because the useful energy in blender اللي هي الانرجي المستفاده من البلندر او اللي هي المفيده is kinetic energy. هي عباره عن ايه؟ kinetic energy and not need. مش بنحتاج ايه؟ the sound and thermal energies. ومش بنحتاج sound و thermal energies. حلو جدا كده خلصنا سؤال give reason مهم جدا وسهل. نمبر 2 give reason water is considered as renewable resource of energy. ليه يعتبر renewable resource؟ اي حاجه renewable resource. جيت قلت لك اي substance ليه دي renewable resource، هقول له هنا because it renewed faster than used. عشان هي بتتجدد اسرع من ان احنا نستخدمها. فاقول له هنا because it renewed faster than we use it. بتتجدد اسرع من نستخدمها، عشان كده هي renewable energy، طاقه متجدده او renewable resource، سوري، مصدر متجدد. Letter C. What are the factors that affect the shape of valley؟ ايه يا ترى الفاكتورز اللي بتأثر على شكل الفالي؟ انت دلوقتي يا صديقي بعد ما اتفرجت على الفيديو ده جبت الفاينل جريد، رحت بقى انت وعيلتك اللذيذه رحت تصيفوا، رحت الساحل. المهم وانت قاعد كده بتعمل وادي زي اللي كنت بتشوفه في المنهج، بتعمل فالي. جبت هنا ساند وجبت هنا ساند. المهم معاك ووتر. جبت مثلا مثلا ووتر. هنا الووتر جبت مثلا ازازه كبيره ماشي من الايه او جرد مثلا كبير من البحر. المهم رحت كده مره واحده رميت الميه دي على الايه الفل اللي انت عملته. طب لو انت جبت ميه صغيره ولو جبت ميه كبيره ايه اللي هيحصل؟ لو جبت ميه صغيره والله يا مستر الفل ايه هيتغير، شكله هيتغير. لو جبت ميه كبيره او ميه كتير او ماونت اوف موتر زادت انكريزز، يعني معنى كده ان الفالي ده شكله هيتغير اكتر. يعني الاماونت اوف ووتر دي مهمه او هي الفاكتور اللي بتغير في شكل مين؟ الفالي. حلو اللي انت عملته والفالي الحقيقي. طب يا مستر تخيل كده انت مره واحده، مره بص كده رميت نفس الاماونت اوف ووتر بس مره بسرعه ومره بطيء، يا ترى مين اللي هيغير شكل الفالي اللي انت عملته اكتر؟ والله اللي هيغيره وانا برمي الميه كده بسرعه هيأثر ويعمل بريكنج داون مين؟ الساند الموجوده هنا
اسرع او اكتر. فاقول له ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الشيب اوف فاليو؟ هقول له او نمبر 1 amount of water والسبيد of water، يعني الاماونت والسبيد. نمبر 2 explain the law of conservation of energy، وده سؤال مهم جدا 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 يا صديقي، ومستنيك تكتبه في الكومنتس عشان انت شاطر وانا عارف. طب لو مش عارفه تستنى لاخر الفيديو واقوله لك. But true or false, the movement of sediments from one place to another is known as weathering. اكيد لا يا مستر، ده انا عارف ان انت قلت لي قبل كده weathering يعني breaking down. weathering breaking down. امال يعني ايه erosion؟ erosion يعني transferring البارتيكل from one place to another. وهو بيقول لي ايه يا مستر؟ دي transfer او movement يعني from one place to another، دي كده معناها erosion، فتبقى false واقول له دي erosion. حلو. letter B what happened when the sunlight fall in solar panels. ايه اللي هيحصل لو sunlight ضوء من الشمس وقع على solar panels، وقع على لوح شمسي؟ هقول لك ايه اللي هيحصل. السولار بانل دي اصلا وظيفتها ان هي بتحول السولار انرجي اللي جايه من الصن الالكتريكال انرجي اقدر استخدمها. فاقول له هنا it will convert، هتحول مين لمين؟ convert solar energy into electrical energy. حلو. نمبر 2 a river carries sediments meet a sea. ايه اللي هيحصل لو الريفر ده بيحمل sediments رواسب وقابل سي، قابل بحر؟ اول حاجه السيدمنتس دي ايه اللي هيحصل لها؟ ديبوزيشن. هيحصل لها عمليه ايه؟ ديبوزيشن. طب بعد ما ده يحصل ديبوزيشن هتكون شكل ايه الدلتا؟ هقول له هنا هتعمل دلتا. اول حاجه ديبوزيشن process cures and make، هتعمل ايه؟ make دلتا. حلو. letter C mentions the disadvantage of using fossil fuel to produce energy. مين يا ترى؟ مين يا ترى الفوسل فيول؟ الفوسل فيول هنا هي عبارة عن زي مثلا الكول، زي مثلا ناتشورال جاز. طب دول عبارة عن ايه يا مستر؟ والله ان دول اول حاجة بيعملوا ووتر بوليوشن، اير بوليوشن. لما اجي احرق فيهم عشان يطلعوا ثيرمال انرجي واستخدمهم بيعملوا اير بوليوشن، يكوزس اير بوليوشن. ده غير ان هم نون رينيبل، يعني هم غير متجددين، يعني هم يقدروا هم يخلصوا. يعني اقول له هنا disadvantage it will make، تعمل ايه؟ air pollution. تغير ان هما non renewable energy، طاقة غير متجددة. حلو. نمبر 2 complete the following energy chain of electrical heater. معايا سخان، ماشي، سخان كهربي، وعايز اعرف او اكمل electrical chain دي. الانرجي تشين اول حاجه نمبر 1 energy of water behind dams. يا ترى الووتر وهي خلف السد، يعني هي خلف الدام، هيكون عندها ايه؟ هي دلوقتي ساكنه لسه، فهيكون عندها potential energy. potential energy اللي هي ورا الدامز هتحول into ايه؟ space energy that causes water to remove. ايه يا ترى الانرجي اللي بتخلي التوربين دي بتموف؟ يا مستر دي kinetic energy. فاقول له هنا kinetic energy، هو كاتب نكتبها تاني. حلو. kinetic energy دي converted into space energy that travel through wire. energy بتتنقل خلال الاسلاك، دي كده مستر electrical energy. electrical energy. بعد كده convert into space energy in the electrical heater
بتعمل ايه بقى في الالكتريك هيتر؟ بتطلع ايه؟ والله يا مستر الالكتريك هيتر ده بيطلع ثيرمال انرجي. كده خلصنا question number 2. نخش على question number 3. Write scientific term landforms that are made of wind blown sand when something like rocks block the wind. اما الويند كتير بقى يمشي، الويند ده فيه ساند، يروح يخبط بايه؟ يخبط في روك مثلا، فيكون ايه يا مستر؟ كوسمار ماي ساند ديونز. ساند دونز، ساند. حلو. complete. Letter B, complete forces of space and space are responsible for disappearance sand castle. كلها رملية، يا ترى ايه القوات او ايه الفورسز اللي بتأثر عليهم وتخليها تختفي؟ مستر الووتر أول حاجة، وكمان الويند. ووتر فورس، كمان الويند فورس. Letter C, classify the following into biofuel or fossil fuel. cool ده fossil يعني هو نون رينيبل ولا بايو؟ لا طبعا يا مستر نون رينيبل، ده الفحم. فاقول له هنا فاصل. ماشي. نمبر 2 ناتشورال جاز، الغاز الطبيعي اللي بيكون موجود في الانبوبه او الغاز، فاقول له ده طبعا برضه فاصل. لتر نمبر 3 جراس اند كورن، جراس والكورن جايين من ليفنج اورجانيزمز اللي هم بلانت، فيعتبر هنا بايو فيول، هم رينيبل بايو فيول. نمبر 4 الوود جاي برضه من بلانت، فيعتبر ايه؟ برضه بايو فيول. نمبر 2 explain the role of oxygen in chemical weathering. ايه يا ترى دور الاكسجين في الكيميكال ويذرنج؟ الاكسجين بيتفاعل مع المينرال زي الايرون اللي موجوده في الروكس، ويعمل لها بيخليها ايه؟ والله يعمل لها اوكسيديشن او يعمل لها كيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن ده بيغير في الكيميكال ستراكشر او في الاستراكشر بتاع المينرال ده. حلو. وكمان بيعمل ريدش ايه؟ والله بيعمل ريدش كلر كده. فاقول له هنا اوكسيديشن، الاكسجين ده اول حاجه بيرياكت، بيتفاعل مع مين؟ رياكت with مينرال زي مين يا مستر؟ زي الايرون، حديد. ماشي. ان روكس بيتفاعل معاها اول حاجه. طب ده بيسبب ايه؟ والله بيخلي هنا بيغير في الكيميكال ستراكشر، وبيعمل هنا ويذرنج، كيميكال ويذرنج اهو. and change the chemical structure and causes بيسبب بقى ايه؟ chemical او breaking down rocks. chemical weathering براكت كده اقول له ايه؟ breaking down، تكسير الايه؟ rocks. حلو. خش على السؤال اللي بعده compare between الووتر توربين solar power calculator. حلو. in term of source of energy that used operate. يا ترى انا محتاج ايه عشان اشغل ووتر توربين؟ محتاج يا مستر ووتر انرجي. ماشي. طب السولار باور كالكوليتر محتاج ايه؟ سولار انرجي. برافو. طب ريديوس انرجي، ووتر انرجي بتديني ايه؟ والله يا مستر الووتر توربين بتاخد ووتر انرجي، بتاخد الكاينتيك انرجي اللي هي بتاعت الووتر، بتعمل ايه؟ اوبريت توربين، والتوربين ده بيطلع او بيديوس الكتريكال انرجي. فاقول هنا كده الكتريكال انرجي. ماشي. والسولار انرجي، السولار هاي باور اللي هي موجوده في الكالكوليتور، السولار بانلز بتطلع برضو الكتريكال انرجي. الكتريكال يعني هما الاثنين بتطلع فيهم ايه؟ الكتريكال انرجي. ماشي. نمبر 4 question number 4 correct and align words
mechanical weathering، ودي هي incorrect is a change of structure. بص كده، تغير في الاستراكشر لسه شارحينها دلوقتي. دي ايه ده؟ دي chemical weathering مش mechanical weathering. حلو، فاقول له هنا due to chemical reaction اكيد يبقى ايه؟ chemical weathering. complete space have great depths, steep, narrow, while space have gently sloped. طبعا اللي هي great depths دي الكانيونز، الأخاليب، ماشي، لكن هي gently sloped منحنية كده برضه، فكده مثلا الفالس. حلو. write some causes pollution in pixels. ايه يا ترى اللي بيسبب pollution في البيكسلز؟ يا ترى الفاكتورز سموك، صح، اللي هو بخيرة الايه المصانع، ايوه. كمان الاكزهالتس بتاعت الكار اللي هي الشكمان بتاع العربية، فاقول له هنا exhaust of cars. كمان smoke of factories. حلو. نمبر 2 what mean by deposition. يعني ايه deposition؟ والله deposition دي يعني مثلا wind او water بيكون شايل الساند ده او الويند ده لما يكون بيسلو داون، سرعته بتبطأ، بيحصل السيدمنتس اللي موجوده فيه بتنزل، بتعمل ايه؟ ديبوزيت. حلو، يعني بيحصل لها ديبوزيشن. يعني اقول له هنا وات مين باي ديبوزيشن، هقول له through the sediments او deposited sediments when wind water slowing down. حلو. write how landform is formed by writing the name of process. الكانيون ده يا ترى ازاي بيتكون؟ بنبتدي تكتب نيم بروسيس. والله اول حاجه انت معاك هنا الووتر دي بتعمل ايه؟ بتعمل بريكنج داون روكس، وبعد كده دي ويذرنج، دي بروسيس، وبعد كده بيحصل لها ايه؟ ايروجن بروسيس، ان هي بتنقل الروكس دي فروم او بارتكل دي فروم بليس تو انذر، وهو ده اللي بيعمل شكل الكانيونز. والكانيونز ده بيكون عنده جريد ديبث، عمق كبير، كان ستيب شديد الانحدار، ونارو وضيق. حلو، فاقول له هنا اللاند فورم دي يتكون باي weathering and erosion. تعال نشوف السؤال اللي متأكد ان كتير منكم عرفوا وكاتبه في الكومنتس. هو السؤال ده نمبر 2 explain the law of conservation of energy. ايه law of conservation of energy؟ وده مهم جدا جدا جدا. يعني ايه يا مستر قانون حفظ الطاقة؟ والله that energy cannot be created or destroyed but can convert from one form to another. تاني، energy cannot be created or destroyed but can convert from one form to another. الطاقة مش ممكن ان انا اعملها created او ادمرها، بس هي بتتحول من فورم، من صورة، من تايب لايه؟ another type. هقول له هنا energy cannot be created or destroyed but can convert from one form، ممكن from one form to another. وبكده يا صديقي خلصنا الحمد لله final examination number 1 من كتاب المعاصر من الاسسمنت بوك بتاعك مع مستر سيد الجعفري. هنقفل الساينس وكيمستري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.